أصغر لاعب بيسجل مع برشلونة في الدوري الأسباني، وأصغر لاعب بيسجل معاهم في دوري أبطال أوروبا، أكتر لاعب شاب مسجل في تاريخ لاماسيا، ومن كتر ما هو كان مؤثر وسابق سنه المنتخب الأسباني استدعاه عشان يلعب معاهم. أنا هنا مش بتكلم عن لامين يامال، الأرقام دي في 2007 كانت من نصيب بويان كريكيتش، الشاب الظاهرة اللي فترة كان بيقال عليه ميسي القادم، وكان فعلا ماشي في الطريق ده. طريقة لعبه من استلامه للكورة للمهارات الفرديه اللي كانت بتخليه مرعب للمدافعين، يا راجل حتى تسريحه شعره كانت نسخه من ميسي، كل حاجه كانت مهيئه عشان يبقى واحد من اساطير الكوره. ولكن قصته انتهت انه خلص مسيرته في الدوري الياباني واعتزل في سن ال 32. فازاي لعيب كان بالمهاره والمستقبل ده ينتهي بيه الحال كده؟ وهل لامين يامال ممكن يبقى نسخه تانية من قصه بويان؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهارده. قبل يورو 2008 مدرب اسبانيا كان شايف موهبه بويان واستدعاه عشان يشارك مع اسبانيا في اول بطوله رسميه ليه مع المنتخب الاول. ولكن اللاعب الشاب ساعتها حس انه نفسيا مش مستعد، واعتذر للمدرب انه مش هيقدر يشارك ومحتاج وقت اكتر عشان يتهيأ نفسيا لمسؤوليه كبيره زي دي في سنه الصغير. بس الاعلام والصحافه ما شافتش الموضوع كده، وتاني يوم على طول بدأ الهجوم عليه، وقالوا انه لاعب مغرور ومش عايز يشارك مع بلده، وازاي حد يجيله فرصه زي دي ويرفضها، وانه لاعب اناني ومش عايز يضحي او يساعد المنتخب. كميه الهجوم دي على لاعب لسه ما كملش ال 18 سنه كانت كفايه انها حرفيا تجيبه الارض وتدمر مسيرته بشكل مرعب. ومن فتره طلع واتكلم عن الموضوع وعن قد ايه الدنيا اتحولت بسرعه بالنسبه له، وان ازاي مقارنته بميسي في بدايه مسيرته كانت ضغط كبير قوي على حد لسه في بدايه مشواره، وكان طول الوقت الناس بتقيم مستواه مقارنه بميسي مش كمستواه هو كلاعب. والتوقعات العالية دي كانت سلاح بيستخدمه الإعلام ضده في أي وقت مستواه بينزل لحد ما دمرته خالص. وهنا بالظبط الخطر اللي ابتدى يحصل للامين يامال. ولو شفنا كمية الحاجات المتشابهة ما بين الاتنين هنلاقي حاجات كتير قوي. الاتنين بيلعبوا المنتخب اسبانيا من خريج لاماسيا، الاتنين حطموا رقم اصغر لاعب يلعب مع برشلونة في الدوري الاسباني ودوري الابطال، واصغر اتنين يوصلوا 50 مشاركة مع برشلونة، والاتنين اتلقبوا ان هم اقرب حاجة لميسي في وقتهم. ولكن في فرق واحد كبير جدا بين بوين ولامين، وهو ان بوين كان بيكره الاعلام وكان بيحاول على قد ما يقدر يتجنب الانتقادات والصحافه، على عكس لامين يامال اللي تحسه انه بيحاول يبين انه مش فارق معاه ويتحدى الناس كلها. ودي بالظبط مشكلته الكبيره. لامين بقاله فتره قبل كل ماتش بينزل ستوريز على النت انه مش خايف وجاهز يكسب اي حد، وفي تصريحاته بعد اي ماتش بيحاول يبين انه قد اي تحدي، وطالما بيكسب محدش يقدر يقول له حاجه. ولو في فاصل صغير ما بين الثقه والغرور يامال ابتدى يعديه. فكره انك تضخم صورتك وثقتك قدام الجماهير قبل الماتشات شيء جميل طول ما انت بتكسب، بس لما هتقع هتلاقي الناس كلها قلبت عليك وبشده. انت كانك بالظبط عمال تسخن الاعلام عليك، وفي اي لحظه ضعف كله ما هيصدق يتريق ويطلع اللي عنده. الصوره اللي يامال ابتدى يطلع بيها قدام الناس انه اللاعب اللي بينزل نص نهائي الابطال بمصاصه عشان مش فارق معاه ومش مضغوط، واللي ينزل نهائي ضد البرتغال بيرقص عشان هو واثق جدا من نفسه، هتخلي الناس تبدا تكرهه وتهاجمه على كل غلطه صغيره. لدرجه ان في نهائي دوري الامم اللي كان من يومين، مع ان مراته هو اللي ضيع ضربه الجزاء اللي خسرت اسبانيا، الانتقاد والتحفيل كله كان على يامال، وكل الحركات اللي كان بيعملها قبل الماتش قلبت لسخريه عليه. لامين لاعب كوره فوق الممتاز، وهو حرفيا احسن موهبه شابه في العالم كله دلوقتي. محدش بيتفرج على كوره يقدر يشكك في ده او يقلل من قدراته كلاعب. انا في الفيديو هنا بتكلم عن عقليه اللاعب مش على موهبته او مستواه. الصوره اللي يامال حابب يظهر بيها قدام الناس هتقلب ضده جامد مع الوقت لو استمرت كده، وهتاثر عليه هو اكتر واحد، لانك لما تخش كل ماتش وانت فارد صدرك ومتحدي العالم كله وتخسر هتتوجع مرتين، مره للخساره ومره من منظرك قدام الناس. وده كان باين قوي بعد خسارتهم من البرتغال. شوف الفيديو ده وملامح وش لامين بعد الخساره، لدرجه انه موقفش يحيي البرتغال مع باقي زمايله وقت التتويج وقرر انه يمشي. مفيش حد كبير على الانتقادات، ومهما كنت قوي وبتعرف تتجاهل الحاجات دي هيجي فتره والحمل هيزيد عليك، بالذات في سن صغير زي ده. احنا شفنا لعيبه كبار كتيره الاعلام فضل مركز معاها لحد ما دمرهم، فليه انت اللي تبقى بتحاول تستفزهم من الاول؟ اصلا انت بادئ مسيرتك بدايه نموذجيه، محقق اليورو مع بلدك، ومرشح انك تكون اصغر لاعب في تاريخ الكوره يكسب البالون دور. فلازمتها ايه انك تكون مركز على النت وتحاول تفرض صورتك انك اللاعب التقيل اللي مش فارق مع حد؟ اللي فعلا بيكون كده بيبين ده في الملعب مش على النت. عندك زيدان مثلا اللي في اكتر ماتش فيه ضغوطات في الكوره كلها، نهائي كاس العالم، حط بانينكا بكل هدوء قدام احسن حارس في العالم ساعتها. او بيرلو اللي لو الملعب بيولع حرفيا تحسه رزين وهادي ومفيش بربع جنيه توتر وواثق من نفسه. هي دي اللعيبه اللي الجماهير بتفتكرها انها تقيله وواثقه من نفسها. مش بالعافيه هينفع تسوق نفسك انك كده، بالذات وانت لسه في اول مسيرتك وعندك اساطير لعبت واعتزلت وما كانتش بتحاول ترسم نفسها بالليفل ده. الواحد مستحرم موهبه كبيره زي لامين يامال تدمر بدري بدري، ومهما كانت الصوره اللي بيحاول يوصلها للناس محدش هيقدر يستحمل الضغوطات مدى الحياه. بس اللي يقدر يعمله انه يحاول يقلل من موضوع الاستفزاز ويركز اكتر في الملعب. ويا سيدي الوقت قدامك لسه طويل، اثبت نفسك فتره كفايه وخليك احسن لاعب في العالم، ساعتها محدش هيقدر يقول لك حاجه، وتبقى فعلا ليك عين تشوف نفسك على الناس وتتكلم براحتك. بس لحد ما ده يحصل انا شايف انه لو فضل بالعقليه دي مع اول وقع عليه الناس مش هترحمه ومش هيقدر يرجع تاني زي الاول، وهنبقى خسرنا مشروع موهبه عظيمه في الكوره، وهتبقى نسخه جديده من بوين كريكتش.
انا حابب جدا اسمع رايكم في الموضوع ده. هل شايف ان لامين هيقدر يكمل بعقليه التحدي والبرود دي طول مسيرته ومستواه يفضل ثابت وما يتغيرش، ولا شايف ان الضغوطات العالميه والتوقعات العاليه هتكون كفايه انها تدمر مسيرته وتخلي مستواه في النازل مع مرور الوقت؟ سيب لي رايك في الكومنتات تحت وقول لي وجهه نظرك. ولو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعد القناه، وممكن تتفرج على الفيديو ده اللي اتكلمت فيه عن فينيسيوس وازاي عقليته مأثره على مستواه الحالي، او الفيديو ده اللي بنشوف فيه قصه مودريتش اللي تحدى ظروف حرب وبقى اسطوره من اساطير مدريد. اشوفكم الاسبوع الجاي.